جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الحليوه ديال التمر سهله وخفيفه واقتصاديه. نبداو بالمقادير. المقادير غادي نحتاجوا واحد دانينو اولا جيربي صغير في الابيض اولا في الازرق، وكنحتاجوا ربعه ديال الدقيق الخاص بالحلويات 250 غرام، 125 غرام ديال الزبده، نصف كاس ديال السكر الثقيل، وعندنا معلقه كبيره ماء زهر. اول نقطه كنبداو بها كنديروا السكر الثقيل ديالنا هنايا كما قلنا نصف كاس، الزبده كتكون درجه الحراره ديال المطبخ 125 غرام ديال الزبده، وكنحتاجوا معلقه ديال الماء الزهر الممتاز، والدقيق كنديروا منه واحد نص الكميه وكتبقى نص الكميه تما. بعد ما معكنا الزبده والسكر الثقيل وشويه ديال الفورس، كنضيفوا الياغورت طبيعي، واحد تقريبا واحد المعلقه كبيره اولا جربي، وكنضيفوا الطحين شويه بشويه، هذا هو الشكل النهائي ديال العجين. كنعجنوه هكا حيت كنديروا الاسبوع ديالنا. المرحله الثانيه لهاد الحلوه هذه كنحتاجوا 250 غرام ديال معجون ديال التمر خاص بالحلويات، وكنحتاجوا قليل من القرفه وشويه الماء زهر ممتاز. وكنبداو الطريقه ديالو، كنديروا القرفه بحال هكا وشويه الماء زهر، غير واحد شويه صافي، وكنخلطوا جميع المكونات. العجين ديالنا ديال التمر ها هي، من بعد ما خلطنا مع الماء الزهر وشويه القرفه كنديروا منها كريات صغيره وكنحطوها في الطبسه على هذا الشكل. العجين ديالنا هي واجده، التمر ديالنا هو موجود. كنحتاجوا واحد شويه ديال الدقيق الابيض، وكنحتاجوا هذا الماشين خاص بالحلويات ديال التمر، وكنحتاجوا منقاش باش كنزوقوه به. نبداو بالطريقه. كنجمعوا العجين على هذا الشكل هذا حيت انها كتغطى لنا التمر. شفتوا كنشدوا واحد بلاستيكه صغيره كنحطوها وسط هذا المول هذا، كنضغطوا عليه هكا كنخرجوها، كتعطينا هذا الشكل هذا. من بعد كنشدوا المنقاش ديالنا كنحطوه وسط الفرص وكنخدموا كنزوقوا على هذا الشكل هذا. وكنحطوها في الطاوله. الحليوه ديالنا من بعد ما نقشناها كتجي على هذا الشكل هذا. باش كنزينو كناخذوا السوغيز سواء كان الاحمر او الاخضر، وكنحطو وسطها بلا ما كنديرو حتى شي حاجه، هو معسل ومع الطياب غيلتصق. بالنسبه للشكل الثاني من نفس العجين، نفس الحشو عجين والحشو ديالها هي كنردوها على شكل طوري، وكناخذوا
نفس المول ولكن جهه اخرى، جهه طويله. كنرشو شويه الطحين وكنديرو فيها العجين ديالنا، كنخشيو فيها على هذا الشكل هذا، شكل طولي. ومن بعد كنقشوها حتى هي، كنقشوها من الجنيبات والجانب الاخر، وكنقشوها من الفوق ديالها على هذا الشكل هذا. من بعد ما استفنا الحلوه في الطاو كنديروها في الفران، كطيب غير من الاسفل ديالها ونطلقوا. من بعد ما طابت الحلوه ديالنا كنحتاجو شويه د الناباج، وكنديروا معاه ملمع ديال الحلويات، كنخلطوا شويه. هذا باللون الاصفر، كاين الوان متعدده، كنديروا شويه هنايا فقط واحد النسبه قليله. وكنشدو هكا وكنديروا الحلوه ديالنا بهذا الشكل هذا. كيجي من النظر ديالو بحال اننا دايرين الحلوه ديالنا بعد ما طابت. ها هي واجده. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الحلقه ديال اليوم ديروا لايك للفيديو وبارطاجيو وشاركوا في القناه ديالي، والى اللقاء في حلقه مقبله من قناه وصفات الاحلام.